فيكم يا حلوين. لكل اللي طلبوا هذا المقطع من سنابي، طريقة ميك اب سهرة خفيف ناعم. بالخطوات نزلت لكم إياه، أتمنى إنه يعجبكم. أول خطوة زي ما قلنا دائما ترطيب تحت العين، ضروري ضروري ترطيب تحت العين بأي مرطب يكون فيه فيتامينات. والمصححات إذا كنت تقدرين تستخدمينها استخدميها، إذا ما تقدرين يفضل إنك تستغني عنها بكونسيلر أغمق من درجتك، درجة واحدة عشان يغطي لك من غير كتل. ونبدأ على طول بالبرايمر بشكل ناعم، ما نكتر، شي بسيط وندمجه. أنا هنا استخدمت بنفيت الغامق بشكل طبيعي عشان ما يكون الميك اب اوفر. أدمجه إلى تحت الحاجب بشكل خفيف، لأنه تحت الحاجب حاطين كونسيلر فما يحتاج أبدا إننا نبالغ بالبرايمر. هنا استخدمت لون انتقالي بشكل بسيط، صورت لكم إياه من باليت دي بالم هذه الدرجة. وتحت الحاجب استخدمت ماك إضاءة خفيفة بس بشكل بسيط. أهم شي في الميك اب الدمج يكون متقن. هنا استخدمت لون بني متوسط على رمادي على بطانة العين، الكسرة المبطنة في عيني ككونتور. يفضل إنه دائما الكسرة تكون لون أغمق عشان ما تكون واضحة مرة وتبين طبيعية، وما بيصير الميك اب على العين مكتل أو نازل الجفن واضح. هذه الدرجات اللي استخدمتها. آخر خطوة تقريبا تقدرين تختارين اللون اللي تبغينه، سواء فاتح أو غامق أو فاتح من البداية غامق من النهاية. أنا هنا استخدمت لون واحد بني متوسط، لأني ماني حابة إنه يكون جفني بارز أو طالع لبرا. حطيت عليه شوية إضاءة برون من باليت فوريفر الجديد. أفضل الشدوات الشيمر توزع بطرف الأصبع عشان ما تصير مكتلة بالفرش. هنا بدأت أرسم طرف عيني بآيلاينر مسحوب عشان أعطي عيني طول، لأن عيني دائرية فأنا أبغى أعطيها طول زيادة، فأسحبها شوية زيادة لبرا بموازاة الحاجب عشان المساحة اللي عندي بين الحاجب والعين واسعة شوي. فأحاول إني أمد الآيلاينر بالطرف بس، عشان إذا مديته من الأول للأخير أنا عيني فيها بطانة بالنص الجفن، فرح يصير شكل الجفن واضح إنه مبطن. بس بالطرف وبداية الحاجب شوية أحط رسمة خفيفة زي ما انتم شايفين، بس عشان عيني متباعدة، بين عيني وعيني مسافة متباعدين، فعشان أقلص هذه المسافة تناسبني كثير إني أقرب هذه الحركة. وننظف نهاية الآيلاينر بدرجة الأساس اللي راح نستخدمها على البشرة تكون طبيعية، عشان ما يصير فاتح بنهاية الميك اب ويصير أوفر أو يصغر العين. استخدم مسكرة خفيفة إذا كنا حنركب رموش، وإذا كنا ما راح نركب رموش فضل إنك تحطين مسكرة كثيفة وتدبلينها بمسكرة مطولة للرموش بس. ونثبت الرموش مع الرموش الطبيعية، وممكن نضيف شادو خفيف بنهاية العين من تحت. ودائما المسكرة السفلية نحطها آخر شي بعد العدسات أو في المناسبة عشان ما تكتل تحت العين أو تهرهر، ويفضل إنها تكون وتر بروف. بس ممكن تضيفين بداية العين لمعة خفيفة إذا كنت حابة إنه يعطي عينك وسع، أو إنه طول سحبة زيادة.
فاللي شكل عينها زي شكل عيني ممكن يناسب هذا اللوك، واللي ما تحب البوز زي هذا الصورة تقدر تلغي البوز اللي في البداية حق العين، بس تحط شادو أو تدمج عشان غامق عشان ما يبين في مسافة كبيرة بين عيونها. أما اللي شكل عينها غير عيني بفضل إنها تستخدم بس ما تمد الكحل من البداية ولا من النهاية كثير. هنا كمان سموكي، نقدر نخلي نفس اللوك سموكي، نخلي اللون الأساسي غامق بني على رمادي، ونكحل تحت العين بآيلاينر وندمجه بشادو بني وبس. نهاية العين يكون كحل بيج عشان يعطينا شكل أطول للعين وما يعطينا العين تكون دائرية أكتر أو قصيرة. بس أتمنى يعجبكم. إذا حبيتوا الشغل سووا اشتراك للقناة وتابعوني على انستغرام وسناب شات.